إيه الأفكار والمشاعر اللي أنا كل يوم بامارسها. بتفكّري مثلًا في التنمية وفي إنِّك تكبري وفي إنِّك تشتغلي، هتلاقي اللي أنتِ بييجي لِك قصادِك فرص، كورسات، ناس تتكلّمي معاها عندها أفكار حلوة، كإن ربنا بيأكّدها له، يعني أنت شايف إن الدنيا سواد، خُد سواد، شُفتوا post مش عاجبكم بسرعة اقلبوه، عندي في شعري حرقة هايلة دلوقتي شعري واحد يشوف الوردة وواحد يشوف كيس زبالة. أنا أهم حد في حياتي وجاي أعيش في الدنيا تجربتي أنا. ما أقدرش أغير حاجة في الحياة غيري أنا، بس في نفس الوقت أنا ولا حاجة. أنا جزء من كل أنا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعي بس كله من نفس المصدر. أنا ناوية أستمتع بحياتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنا، وأنا يارا بالمناسبة. كلنا عندنا نفس الابليكيشنز على الموبايل، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، اكس، أيا كان. بس لو فتحت الابليكيشن عند كل حد فينا هتدينا حقيقة مختلفة وواقع وعالم تاني خالص. حد هيبقى عنده نهاية العالم الأسبوع الجاي، وحد تاني شايف كمية مشاريع استثمارية وعقارية استلام 10 سنين. حد مؤيد جدا لنظام وكل الحاجات اللي عنده بتأيد فكرته وبتديله فيديوهات ومنشورات بتأيد الأفكار دي، وحد تاني ضد النظام بطريقة مش طبيعية وبرضه كل حاجة قدامه بتأيد الفكر بتاعه. الخوارزميات اللي خلاص أعتقد كلنا دلوقتي بقينا عندنا وعي بيها، حتى أعتقد أمهاتنا بقت فاهمة فكرة الالجوريزم وفكرة لمّا تبقى بتتكلّم عن حَلّة وتلاقي الحالة طلعت لها إعلان، وفهمنا الفكرة إن إحنا اللي بندوّر عليه واللي بنفكّر فيه بييجي لنا على السوشيال ميديا. الحاجة اللي أنا جاية أتكلّم فيها النهارده إن الفكرة دي مُقتبسة من الحقيقة والواقع بتاعنا والحياة بتاعتنا ومن مُخّنا. ناس كتير جدًا بتهاجم الmanifestation والlaw of attraction مع إن هم بالضبط نفس الفكرة دي بس في الجهاز العصبي بتاعي. إيه الحاجات اللي أنا باقف عندها؟ إيه الحاجات اللي أنا بادّيها اهتمام وبادّيها وقتي وبادّيها تفكيري؟ إيه الأفكار والمشاعر اللي أنا كل يوم بامارسها؟ أنا واحدة عندي قناعة إن الناس كلّها خاينة، الرجالة كلّها خاينة. يمكن أكون اتخنت، يمكن أكون شُفت مامتي اتخانت، يمكن أشوف ناس حواليّا بتتخان، فأنا مقتنعة إن كل الرجالة خاينة. إيه اللي بيحصل؟ باقعد في ظروف ودنِك سمعت قصة بتتحكي وأنتِ في الشغل ليها علاقة بالخيانة، اتفرّجتِ على تمثيلية والّا فيلم فيه خيانة، طول اليوم الtopic ده بييجي قدّامِك بشكل أو بآخر، حتى لو مش directly بيحصل لِك أنتِ الخيانة، بس أنتِ غايصة جوّه الفكرة والمعتقد، فإيه اللي بيحصل؟ بيزيد في مخِّك أكتر، فإيه اللي بيحصل تاني؟ إن أنتِ لمّا بتبقي مع حد بتبقي حاسة إن هو هيخونِك، ومخِّك موسوسِك إن هو هيخونِك. تبدئي تغيري وتشُكّي بلا داعي، تبدئي تفسّري actions بتاعته بطريقة غلط، يعمل لِك مشاكل تانية، أيًا كان هيخونِك أو لأ، في probability كبيرة إن هو يخونِك فعلًا عشان أنتِ أصلًا already بتدوّري على ده وبتنكُشي في ده، وممكن لأ، في الحالتين أنتِ عايشة فكرة إن الرجالة كلّها خاينة، عكس حد تاني عنده حُكم neutral مش حاطط حُكم، يعني الرجالة لا هي خاينة ولا هي مش خاينة، هي رجالة، رجالة. أنا باتعامل مع الشخص اللي قدّامي، فما عندوش الحتّة دي بنفس الفكرة دي، الواقع بتاع الشخص ده والواقع بتاع الشخص ده مختلفين، مع إن ممكن يبقوا قاعدين في نفس الأوضة شايفين نفس الموقف وشايفين نفس الرجالة، بس حد شايف الرجالة بطريقة معيّنة وحد شايف الرجالة بطريقة تانية based على الأفكار اللي بيدخّلوها مُخّهم كل يوم وبينمّوها. أنتِ لمّا بتبقي مهتمية مثلًا بtopic جديد زي الشعر وتقعدي تعملي search على النت يعني على تسريحات شعر، طريقة عناية بالشعر، كريمات شعر، هتلاقي كل اللي بيطلع لِك بعدها الفترة اللي بعدها دي حاجات ليها علاقة بالشعر. بالضبط نفس الحاجة في الحياة، أنتِ بتفكّري مثلًا في التنمية وفي إنِّك تكبري وفي إنِّك تشتغلي، هتلاقي اللي أنتِ بييجي لِك قصادِك فرص، كورسات، ناس تتكلّمي معاها عندها أفكار حلوة. تبقي قاعدة في قعدة تلاقي حد في نفس المجال بتاعِك عنده حاجة ممكن تتناقشوا فيها، وتبدئي تكتّري من الحاجة اللي أنتِ already بتفكّري فيها ومشاعرِك اتجاهها.
عشان كده بيكون في شخص متفائل وشخص متشائم، لأن الشخص ده أفكاره كلها بتزيد وبتتضاعف مع مرور الأيام، وحد تاني برضو أفكاره السلبية بتتضاعف، وهي دي اللي كأن ربنا بيأكدها له. يعني أنت شايف إن الدنيا سواد، خد سواد. أنت شايف إن الدنيا فل ورد، خد فل ورد. أنت شايفة إن كل البنات بتاعت حوارات، خدي حوارات. على السوشيال ميديا هتلاقوا الدراما والجوسب وخناقات الفنانين، وبص مين قالت ايه وبص مين عملت ايه. لو انت اديتيها اهتمامك حتى لو بالسلب، او يعني باللي انت مش عاجبك ده، انت بتنفري ايه القرف ده، وتقعدي تعملي كومنتات انه يا جماعه لا او كده. الالجوريثم مش بيفرق ما بين انت عاجبك ولا مش عاجبك، هو شايف ان انت تفاعلتي معاه، اتريجرت حاجه جواكي، عملتي كومنت على المحتوى ده. اي نعم انت من جواكي انت مش عاجبك، انت بتقولي ايه يا جماعه ده واتقوا الله مثلا، لكن الالجوريثم فهم الحاجه دي عاجباها، هنجيبها لها كتير، فيفضل يطلع لك في محتوى خناقات ومشاكل عن ممثلين ومين عمل ومين قال وشتيمه وغلط ودراما انت مش بتحبيها. فالواحد لما يكون واعي بقى عن مشاعره، فانت في الحياه نفس الكلام، انت شايفه ان سياسه البلد فيها مشكله، انت متضايقه، تقعدي تتخانقي مع ناس وتكلمي وتحطي طاقتك في نقاشات واحتجاجات، ولا ده غلط وده غلط وده غلط، هتفضلي عايشة في القوقعة دي. الحياة هتجيبلك من ده أكتر. حاجة مش عاجباكي تجاهليها، شفتوا بوست مش عاجبكوا بسرعة اقلبوه بسرعة، ما تدلوش ثواني، لأن هو الألجوريثم هيفهم إن انتوا طول ما انتوا قاعدين عينيكوا على المحتوى ده هيجيب لكم منه أكتر. حاجة مش عايزينها كده على طول على طول، ده أريح حاجة ليكوا ولسلامتكوا النفسية. محتوى بنت بيستفزكوا على طول، خناقة ما بين مش عارفة مين ومين، شكرا شكرا. حاجة تفيدني بقى، حاجة بجد السوشيال ميديا دي سلاح ذو مش حدين، ده يعني 50 حد. فنطلع منها الحلو بقى، انه لو مش عاجبني الحاجة دي وانا عايزة انتقدها، احسن حل ليها سوايب، مش عايزة اشوفها، الالجوريثم مش هيجيبها لي تاني. نرجع تاني ناخد ده على الحياة، شعور بإن أنا فاشلة، طول ما أنا بكبره في مخي وقاعدة ببص على حاجات اللي تثبت لي إن أنا فاشلة. بص دي البنت دي نجحت قد إيه وهي سنها أصغر منك، كبرت الفكرة في مخي، بقيت عمالة بهايلايت إن أنا فاشلة. أأكد لك إن كل اللي هيحصل لك بقية اليوم حاجات بتأكد إنك فاشلة، مش اليوم يعني الحياة عامة هتأكد لك إن أنت فاشلة. فهتروحي تتكلمي مع حد تعملي له مثلا بيتش أو تروحي انترفيو وأنت في مخك إن أنت فاشلة، فيتأكد لك إنك فاشلة، وتقعدي تكبري فكرة إنك فاشلة، فتشوفي بقى إيه الفشل في الحياة ده، تشوفي مين الفاشل تاني. ما هو أنت بقى أنت طاقة الفشل وفكرة الفشل ومشاعر الفشل بقت خلاص هي دي الحاجة اللي أنت شايفاها ومش شايفة غيرها. في اتنين ممكن يبقوا ماشيين جنب بعض في الشارع، واحد يشوف الوردة وواحد يشوف كيس زبالة جنب بعض بالظبط، عشان ده اللي هو محاوط نفسه بيه من أفكار ومن قناعات مختلفة تماما عن اللي ده مقتنع بيها. زي ما لو مسكنا موبايل كل حد فيهم هنلاقي عالم تاني خالص، نفس الكلام لما نشوف مخهم، ده عنده أفكار وبينميها ماشية في اتجاه، وده عنده في اتجاه تاني. كنت دايما بشوف نفسي حظي حلو، تجاربي حلوة، ما عنديش نيجاتيف ريفيوز في حاجات كتير في حياتي، أكيد عندي بس ما عنديش اللي هو كل ما اروح كوافير تبوظ لي شعري، كل ما اروح اعمل ما اعرفش ايه يطلعوا مش عارفه زباله، كل ما عنديش ده يعني. بروح حتى كوافيرات بجد ملهاش اسم ولا يافطه حتى، ويعمل لي شعري حلو واطلع مبسوطه. واشوف بقى بنات تانية كل حكاويها فيها شكوى فيها مشكلة، رحت الكوافير ده وطلعوا بجد البنت طلعت وحشة جدا وبوظت لي حواجبي وبوظت لي شعري وحرقت لي حياتي ومش عارفة ايه. مش معنى ان ده بيحصلش معايا، انا عندي في شعري حرقة هايلة دلوقتي شعري مقطوع من هنا، بس ما اديتهاش اهتمام. ايه ده اتحرق هيطول خلاص خلصت. ده ما بيزودليش من المشاكل. يعني زي ما قلت لكم السوشيال ميديا الجوريثم
هيفهم انتوا عايزين ايه وهيطلع لكم اللي انتوا عايزينه. مش معناها ان انتوا مش هتلاقوا في النص كده خازوق طالع لحاجه انتوا مش عايزينها. هو بيمتحن هترياكتوا ازاي، يعني انتوا كل شويه هتلاقوا حاجه كده طالعه لكم. سموها بقى ابتلاءات في الحياه، سموها اي حاجه، بس انه الحياه عمرها ما بتمشي كده. انتوا هترياكتوا ازاي؟ فانتوا دلوقتي انتوا عندكم الالجوريثم بتاعكم بتاع الموبايل تحفه، وبيجي لكم حاجات بوزيتيف وحاجات تحميسيه وحاجات فيها خير وحاجات ملهمه وكل الكلام ده. يوم جاي لكم خناقه ما بين مش عارفه مين ومين، وشتيمه وفضايح والحق وشوف وناس بترغي وبتهري وبتاع. هترياكتوا، هتستسلموا لان انتوا ايه ده ما نخش نشوف وتتضايقوا وتتحمقوا وتعصبوا، ولا هتعملوا بسيو؟ نفس الكلام في الحياه. انتوا الحياة ماشية معاكم حلو، والدنيا ماشية كويس، الشغل ماشي كويس، عندكم علاقات حلوة، صحتكم كويسة، وحصل حاجة. هترياكتوا ازاي؟ هتدوا كل الفوكس بتاعكم على الحاجة دي وتسيبوا كل الباقي، ولا هتبصوا لها كده بنظرة طيب تمام ماشي ها اللي بعده؟ لما تعملوا ها اللي بعده دي هتلاقوا اللي بعده الماجوريتي في حياتكم ايه؟ ان البوزيتيف هيبقى بوزيتيف، هيرجع تاني البوزيتيف. دي كانت حاجة عكرة كده، نقطة عكرة في البياض. هتدوها اهتمام وفوكس وتركيز و... ووقت وفكر، ولا هتقولوا لها مع السلامة؟ هتعيشوا في الماضي بتاع ان كل حاجة كانت وحشة في حياتي، انا اتخطبت مثلا 3 مرات وكانوا ال3 زبالة ومعرفش ايه. تفضلي عايشة بالفكرة دي، ولا هتعديها تغسليها كده؟ عارفة والله فعلا بحب قوي الفيديو بتاع اللي هو how healing works، انه لو في كوباية فيها حاجة مش نظيفة مسودة وفاتحين عليها مية من الحنفية وبتملى بتملى 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 لحد ما تصفى، هو ده الهيلينج. ان انتوا خلاص فضيتوا الحاجات الكلاكيع دي، ما خلتوهاش قناعة، ما خدتوش experience حصل في حياتكم او في حياة حد حواليكوا لفاكت او لحقيقة كونية. هي الرجالة كلها كده، هي الست معرفش ايه، هي العيال كلها كذا. لان انت لما تبقي مقتنعة ان دي حاجة، انا بحاول افكر نفسي بيها عشان انا بقعد اهزر كتير في الحوار ده، وحتى الهزار على فكرة، الهزار برضو بيشكل حقيقتكم. بهزر كتير ان بنتي الصغيرة متوحشة ان هي شخصية، وان الكبير مسالم وجميل ومعرفش جبته ازاي وشخصية رهيبة وديسنت وبتاع يعني هو فخ فالتانية بقى جاية وهي اللي هتربيني، وهي ال الشخصية، وهي الاكشلي شبهي شوية. فأنا بهزر بالكلام ده. كل ما هزرت فيه كل ما أنا رسخته في مخي، وكل ما ربنا هيأكد لي إن هو صح، وكل ما هي هتعمل حاجات تخليني أقول شفتوا شايفين بتعمل إيه؟ لأ دي مش سهلة. أنا اللي عمّالة أزوّد ده، يعني أنا اللي عمّالة أصنع الحقيقة بتاعة البناية الغلبانة، يعني هي عندها سَنة، هي أصلًا يعني ما فيش لسه بتتشكِّل، فلازم الواحد ياخد باله اللي هو بيقول إيه. قيسوا على ده بقى كل حاجة في حياتكم، إحنا اللي بنصنع حقيقتنا، زي ما إحنا اللي بنصنع أكاونتاتنا، ولو عايزين تغيّروها بتغيّروها. أول ما تشوفوا حاجة مش عاجباكم skip not. في كمان دلوقتي option بقى اللي هو not interested، والله ده موجود في الحياة. أنتم ممكن تتحكموا في مخكم وفي عقلكم وتقولوا لمخكم no thank you not interested، أنا مش عايزة أفكر كده. أنا اتخنت، بس لأ الرجالة مش كلها خاينة، الراجل ده كان خاين thank you next باي باي مع السلامة. الرجالة في منها كده وفي منها كده. فزي ما باقول لكم تلاقوا بقى واحدة صاحبتكم معظم her experiences negative، عمّالة تشتم في المكان ده وفي المحل ده وفي الlocal business ده في الservice دي، وكل حاجة بتحصل مكلكعة. المشكلة probably جوّه البنت دي، جوّه الأنا بتاعتها، هي محتاجة تشتغل عليها. المكان ده ممكن تروحوه أنتم وتلاقوا أحلى experience، ويقابلكم أحلى coiffeur في المكان، وييجي لكم أنتم خدمة تحفة، والمكان يكون نضيف فexperience كل حد في نفس العالم المادي مختلفة. في نفس البلد حد شايفها جحيم وحد شايفها جنة، حد شايف إن البلد دي كئيبة وما فيهاش شمس، وحد شايفها
فيها خضرة كتير، حد شايف الهرجلة والعدم النظام، حد شايفها حرية وروح. احنا اللي بنقرر احنا شايفين ايه وشايفينه ازاي وعايشينه ازاي، بيزد على حاجات حصلت لنا، بيزد على حاجات بنسمعها كل يوم، وبيزد على بنغذي الافكار دي ولا بنتجاهلها، بنغذي الحلو ولا بنغذي السلبي. شايفين الوحش في حاجة ما بصوا انا مش بقول احنا نعيش في عالم من الدلولو، في فاكتس، في فعلا احصائيات بتقول ان البلد دي فيها مشاكل 1 2 3 4. خلاص بقى انا هفضل عايشه بفكر في المشاكل دي ومركزه عليها ومش طايقه نفسي، ويا اما امشي واسيبها، يا اما اعيش فيها واحاول اشوف الحلو، احاول اطلع منها كويس، احاول اشتغل على الانا بتاعتي املا في ان في الدنيا تتصلح. ولما تتصلح انا هشوف ده وهعيش ده وهحس ده وهبقى في حته احسن. بس انا في الحالي ده لو ما عنديش حاجه اغيرها في الاكسترنال، هغير الانترنال واقول لا، انا مش هفضل بص على السلبي اللي في يومي وفي الحياة وفي البلد، لأن أنا كده أنا اللي هعيش تعيسة، وأنا اللي هيبقى الواقع بتاعي والالجوريثم بتاعي والمحيط بتاعي هو السلبي. فإحنا عندنا القوة في تغيير الحاجات دي، عندنا القدرة. فالlaw of attraction أو المانيفستيشن مش إن أنا بقول أنا عايزة قصر فهقعد أقول قصر 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 هيجيلي قصر. لأ، أنا باقول إن أنا عايزة قصر، وإن أنا أستحق قصر، وإن القصر ده حاجة doable، ما ربنا كريم وواسع، وفي ناس كتير عندها قصور، مش حاجة خارقة، مش حاجة يعني من وحي الخيال، حاجة موجودة. أنا باسعى وباشتغل وربنا بيرزق وربنا رزاق، فأقعد تلاقوا إن أنا بأتراكت أو بقى المحيط بتاعي ناس كلها عايشة في قصور، ناس غنية، ناس ناجحة. ييجي لي فرص، مخي ربنا بيلهمني بعلم وبيلهمني بمعلومات وبيلهمني بأفكار، فأبدأ ييجي لي فكرة مشروع، أبدأ أتكلم مع حد يبقى interested، أبدأ ييجي لي شغل، أبدأ أترقى، أبدأ أبقى متجهة في ناحية القصر، مش إن أنا هيبقى عندي قصر تاني يوم. أو أنا بقول فقر وظلم وسرقة ونهب وفساد وعايشة في العالم ده، هيبدأ ييجي لي حاجات تثبت لي إن أنا صح. ما هو في الآخر المخ عايز يبقى صح، ومش عايز إن حد يقول له أنت غلط، فهو بيثبت لك إن أنت صح. حاجة اسمها confirmation bias، إنه أنت دلوقتي شايف إن الحزب ده هو الصح، هيجي لك بقى منشورات على إنجازات الحزب ده، وعن أحسن حاجة هم عملوها، وبصوا بصوا بصوا، وحاجات عن وحشة عن الحزب التاني، فأنت تأكد لك معلومتك وإيه، وبقيت كده مطمن ومرتاح إن أنت صح. فالحياة نفس الكلام، فأنت اللي بتصنع الواقع بتاعك من أفكارك، ومن بتحط التركيز على إيه في أفكارك. على فكرة مفيش أي علم في الحياة جديد، كل العلوم يعني لو بصينا على الطيارة هنشوف في طائر بيطير وفي عصفورة وفي مش عارفة إيه وفي أي حاجة اخترعت، العلم بتاعها اوريدي موجود في الطبيعة أو في اليونيفرس. اللي بيوصل له هو اللي بيركز واللي ربنا بيرزقه بالعلم ده، لكن محدش بيألف حاجة. فهو بالظبط الخوارزمية دي اللي عملوها واللي طوروها هم inspired من مخنا ومن مخ الإنسان، ومن طريقة اللي احنا بنتبسط بيها، بنريورد بيها، بننجح، بنخسر، بنفشل، بنتبسط، بنبقى عايزين أكتر، دوبامين. كل الكلام ده هم بيدرسوه، ده جوانا، دي حاجات جوانا ربنا خلقنا بيها، هم استعملوها بقى لبزنس ونجحوا فيه زي ما انتم شايفين نجحوا ازاي. فمجرد ما بنفهم حاجة زي دي تخلينا in control، قادرين نقول لأ أنا هغير الكلام ده، أو نستسلم وهو ده الواقع بتاعنا وخلاص ما عنديش اوبشن تاني. قولوا لي بقى في الكومنتس لو فتحت الموبايل بتاعكم دلوقتي هلاقي الالجوريثم عامل ازاي. الالجوريثم بتاع السوشيال ميديا وبتاع الحياة بيسموها لوب، اللي بره بيعكس اللي جوه، واللي جوه بيعكس اللي بره. اللي انا بفكر فيه بزوده، واللي انا بعمله بيزود اللي انا بفكر فيه واللي بفكر فيه. فاهمين؟ اللي انا بسيرش عليه
بانتراكت معاه، بيجي لي منه كتير فيجي لي منه كتير فانتراكت معاه فنقعد نلف. الوعي دوره انه يكسر اللوب دي، يحط لها حد كده، يقول لها لا، انا فاهمه اللوب، انا شايفه اللوب، انا مش عاجبني اللوب دي، انا هوقف اللوب. فاهمين الفكره؟ واشوفكم الحلقه الجايه.